تفتكر لو دولة اشترت قطعة أرض ضخمة مليانة ذهب، بترول، غاز، معادن نادرة، تفتكر سعرها هيكون كام؟ خليني اقول لك على اغرب صفقه اتعملت في التاريخ. في سنه 1867 امريكا كانت شايفه قدامها فرصه غريبه، ارض ضخمه جدا اكبر من مساحه مصر ب3 مرات، والارض دي هي الاسكا. واللي كان ماسكها الفتره دي كانت الامبراطوريه الروسيه. روسيا وقتها كانت شايفاها ان هي ارض متجمده ملهاش قيمه وحتى ما تصلحش للزراعه. من الاخر كده المكان كان عباره عن ثلج ودببه. فاللي حصل ان امريكا عرضت انها تشتري الاسكا بحوالي 7.2 مليون دولار. ايوه زي ما سمعت، 7 مليون دولار، يعني حوالي 2 سنت لكل فدان. واللي يجنن ان وقتها كتبت الصحف ان دي اغبى صفقه في تاريخ امريكا، وقالوا الناس دي اتجننت عشان يشتروا ثلج وقعدوا يتريقوا على الواقع العام. بس خليني اقول لك ان كل ده اتغير والدنيا اتقلبت بعد 30 سنه، لان العلماء اكتشفوا ان الارض اللي كانوا فاكرينها ثلج طلع ان فيها واحده من اكبر احتياطات الذهب في العالم. وبعدها مش محتاج اقول لك انهم لقوا بترول وغاز طبيعي ومعادن نادره بتخش تقريبا في كل الصناعات. ده غير ان النهارده الاسكا بتتقدر بتريليونات، يعني رقم وجنبيه 12 صفر. يعني تخيل ان امريكا اشترت ثلج ب 7 مليون وطلعت الصفقه كنز بيفتح اقتصاد دوله كامله. والدرس هنا اللي نتعلمه ان مش كل فرصه شكلها فرصه، ومش كل حاجه الناس بتتريق عليها تبقى غلط. في حاجات ما تبقاش باينه غير اللي بيعرف يشوف الموضوع بعين تانية خالص. وبس كده، لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تعمل فلوس، متنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش وده العالم من وجهة نظري.